ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى نعمل في البيت شويه مخبوزات كده، حاجه ما اقولكوش. انا من الناس اللي بتعشق ريحه المخبوزات في اي مكان، بالذات بقى لما بنعملها في البيت بتبقى ليها ريحه مختلفه وطعم يجنن. هنعمل كده شويه مخبوزات حلوه قوي، سهله وسريعه. تنفع بقى مع كوبايه شاي الصبح، تنفع مع سهره كده، حاجه كده من الاخر. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي كوبايه لبن دافيه، عندي معلقه خميره، معلقتين سكر. هبدأ بقى اقلبهم كويس جدا مع بعض واسيبها كده لحد ما الخميرة بتاعتي تبدأ ترتفع كده معايا وتبدأ تشتغل. وفي الوقت ده انا محضرة تقريبا حوالي 4 كوبايات دقيق نخلاه كويس جدا. عندي بقى رشة ملح ونص معلقة صغيرة كده بيكنج باودر، وابدأ بقى اقلب المواد الجافة بتاعتي كويس مع بعض. عندي بقى الخميرة خلاص بدأت تعلى كده وتشتغل معايا، ونبدأ بقى نضيف عليها. عندي بياض بيضة، عندي نص كوباية زيت، رشة فانيليا، ونبدأ بقى نقلب المكونات السائلة دي كلها مع بعض، نقلبها كويس جدا مع بعض. عندي بقى الدقيق بتاعي جاهز، حط عليه رشة الملح ومعلقة نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. بدأت بقى اضيف المواد السائلة بتاعتي وهبدأ بقى اعجن كويس. هنحتاج مننا عجن شوية، يعني تقريبا مش اقل من 7 8 دقايق. نفضل بقى نعجن كويس جدا لحد ما العجينة بتاعتي تبدأ تلم معايا. عايزه اقول لكم المخبوزات دي او المعجنات دي بجد في البيت ليها طعم مختلف تماما عن اي مخبوزات احنا بنشتريها من بره. بدات بصوا اعجنها كويس جدا، تقريبا حوالي 7 8 دقايق متواصلين. هبدا بقى اسيب العجينه بتاعتي كده لمده ساعه، انا عايزاها تخمر براحتها كويس جدا. هسيبها تخمر بقى، وبعد ساعه نرجع. بصوا ما شاء الله العجينه بتاعتي اختبرت كويس جدا. هبدا بقى اقسمها او اشكلها لكرات، طبعا الحجم ده بتاعكم انتوا. نلمها كويس كده مع بعض ونبدأ بقى اقسمها. انا في الاول هقسمها 4 اجزاء، وبعد كده هقسم كل جزء من ال4 هقسمه 4 تاني، فهيعملوا تقريبا معايا حوالي 16 قطعة. انا بالنسبة لي كان الحجم ده حلو قوي. هبدأ بقى اشكل القطع بتاعتي كلها كده الكرات. عايزه اقول لكم بقى، وانا بحضر المخبوزات دي الولاد كانوا مشاركيني جدا في كل حاجه، كل خطوه انا بعملها وما بيعملوا معايا في تشكيلها بقى وتقطيعها، احسن من مسكه الموبايل بكتير. شكلت بقى كل القطع بتاعتي كده بالشكل ده. عندي بقى معلقة سكر ومعلقة قرفة، احط عليهم نص معلقة صغيرة دقيق، وهبدأ بقى اقلبهم كويس ونبدأ نعمل اول شكل معايا. عايزة اقول لكم بجد المخبوزات بالقرفة والسكر ليها طعم يجنن، حلو قوي. عندي بقى اول كرة معايا هبدأ افردها كده. نضيف شوية من الخليط اللي احنا عملناه بتاع السكر والقرفة، وهبدأ بقى المها كده من كل الجوانب، ونبدأ بقى نشكلها تاني، نرجعها كرة تاني ونقلبها على ظهرها ونبدأ نفردها برضو. عندي بقى القطاعة بتاعتي، هبدأ اقطعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده ل4، ونبدأ بقى نلفها لفة بسيطة تدي شكل وردة معايا. عايزة اقول لكم بسيطة قوي، والشكل ده بجد في المخبوزات بيبقى شكله حلو قوي وطعمها يجنن. انا من الناس اللي بتعشق السكر والقرفة في اي حاجة. هعمل بقى واحدة كمان عشان اوريكم نفس الطريقة قد ايه هي سهلة. بدأت افردها، اضيف عليها شوية سكر وقرفة، واقفلها كده، المها من كل الجوانب بتاعتها ونشكلها كورة تاني، واقلبها على ظهرها ونبدأ نفردها تاني كده. وبالقطاعة بتاعتي هبدأ اقطعها من الجوانب بتاعتها كده، وتاخد لفة بسيطة. يعني انا مش قادرة اشرحها لكم قوي، بس زي ما انتم شايفين كده سهلة قوي وبسيطة. وتعالوا نعمل مع بعض بقى شكل تاني بسيط قوي وسهل. عندي بقى الكرة بتاعتي هبدأ الفها زي ما انتم شايفين كده وافردها.
زي كده البقسماطة وابدأ الفها، وده شكل بسيط قوي. الناس اللي ما بتحبش السكر والقرفة ممكن طبعا ما نضيفش اي سكر وقرفة، وانا هعمل جزء بالسكر والقرفة وهعمل الجزء التاني بنفس الشكل ده كده. ده شكل تاني هعملها زي البقسماطة، هفردها وبعد كده هبدأ الفها، وده هنضيف عليه سكر بس. والشكل التالت برضو بسيط قوي وسهل. هاخد برضو العجينة بتاعتي، هبدأ الفها كده وارولها زي البقسماطة، ونبدأ بقى كأننا هربطها، يعني ادخل العجينة من جوه مرة التانية، نحاول نلزق بقى دي في دي ونقلبها. بصوا سهلة قوي. عايزة اقول لكم في اشكال كتير قوي للمخبوزات سهلة جدا وممتعة جدا واحنا بنشتغلها او واحنا بنعملها. بس ده انا حبيت بس اوريكم كام فكرة كده بسيطة. زي ما انتم شايفين بقفلها كأني بربطها وادخلها من ناحية واخرجها من الناحية التانية، وده كان شكلها. شكلت بقى الاشكال بتاعتي، ولو في واحدة مش مظبوطة شوية اكيد مش انا اللي عاملاها، اكيد الولاد. اهم بقى نيجي للخطوة المهمة بقى، ان احنا التسوية بتاعتها. اهم حاجة لازم المخبوزات بتاعتي تخمر كويس جدا، ما استعجلش عليها. احتاجت ان هي تاخد ساعة في ان هي تخمر مفيش مشكلة. اهم حاجة ان الحجم بتاعها يبدأ يتضاعف. ده كان شكلها بعد ما سبتها تقريبا حوالي ساعة عشان تخمر كويس جدا. عندي بقى انا استخدمت في الاول بياض البيض، فعندي الصفار بتاعها بدأت اضيف عليها معلقتين لبن، رشة فانيليا، وهبدأ ادهنها من على الوش، ودي بتدي لون يجنن للمخبوزات. وحبيت بقى اضيف رشة سكر كده على المخبوزات السادة اللي ما كانش عليها سكر وقرفة، حبيت ارش عليها شوية سكر كده من على الوش، بتدي طعم حلو قوي. مشغله بقى الفرن بتاعي تقريبا على درجة حرارة 180، مسخناه. بدأت ادخل المخبوزات بتاعتي تقريبا حوالي تلت ساعة، كانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ريحتها كانت قلب البيت وطعمها يجنن، ما خدتش مننا وقت خالص. عايزه اقول لكم الولاد كانوا مش قادرين يستحملوا لدرجه ان انا اقول لهم يعني طب ادوني فرصه اصور لكم يعني. ما فضلش حاجه منها لتاني يوم. حلوه قوي وبسيطه وطعمها يجنن. مستنيه طبعا ان انتوا تجربوها وتقولي رايكم فيها. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. مستنيه طبعا رايكم وكومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير هتعجبكم.